مركز أيت قمرة بين التاريخ والتنمية في إقليم الحسيمة. يقع مركز أيت قمرة في إقليم الحسيمة، وهو أحد المراكز الحضرية الصاعدة في المنطقة. يتميز بموقعه الاستراتيجي بين البحر والجبل، مما جعله نقطة وصل بين الساحل المتوسطي والمناطق الداخلية للإقليم. ورغم كونه مركزا صغيرا نسبيا، إلا أنه يعرف تطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة، خاصة في الأعوام الأخيرة، حيث بنيت البنايات إضافة إلى المركب الرياضي الجديد لكرة القدم وغيره، مما يجعله نموذجا مهما للتنمية المحلية في الريف. الجغرافيا والموقع: يتموقع مركز أيت قمرة جنوب مدينة الحسيمة على بعد حوالي 20 كيلومترا منها، ويتبع إداريا جماعة أيت قمرة. يحيط به مناظر طبيعية جذابة، حيث تمتزج الجبال الخضراء بساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يمنحه مناخا معتدلا وجمالا طبيعيا يجعل منه منطقة واعدة سياحيا. كما يقع في ملتقى الطرق بين الطريق الوطني رقم 2 المؤدية إلى تارجست والطريقة الساحلي المؤدية إلى جبهة تطوان، يربط الحسيمة بباقي المناطق المغربية، ما يسهل الحركة التجارية والنقل. التاريخ والهوية الثقافية: تتمتع أيت قمرة بتاريخ غني يمتد إلى عصور قديمة، حيث كانت منطقة مأهولة بالسكان منذ القدم، وتاريخها مرتبط بالمقاومة الريفية للاستعمار الإسباني. وما زالت روح الريف الأمازيغي حاضرة بقوة في تقاليد السكان، حيث تنتشر الثقافة الأمازيغية في اللغة والعادات والمهرجانات المحلية. السكان والنشاط الاقتصادي: يعتمد سكان أيت قمرة بشكل رئيسي على الفلاحة، حيث تزرع الحبوب والخضروات وأشجار الزيتون التي تشكل مصدر دخل مهم للعديد من الأسر. كما بدأ النشاط الصناعي والتجاري يشهد نموا، خاصة مع إنشاء مناطق صناعية صغيرة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي. إضافة إلى ذلك، تسهم الهجرة نحو أوروبا في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر بفضل التحويلات المالية التي تصل من الجالية المقيمة بالخارج. التنمية والبنية التحتية: شهدت أيت قمرة تطورا ملحوظا في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحسين شبكة الطرق وبناء مؤسسات تعليمية وصحية، إضافة إلى مشاريع تنموية تهدف إلى الرفع من مستوى العيش. كما يتم العمل على مشاريع لتزويد السكان بالماء والكهرباء وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. المؤهلات السياحية: تتميز أيت قمرة بمؤهلات طبيعية وسياحية مهمة، فهي قريبة من شواطئ جميلة مثل شاطئ السواني الذي يعد من الوجهات المفضلة للسياح، إضافة إلى المناظر الجبلية الخلابة التي تجعلها مكانا مناسبا للسياحة الإيكولوجية والمغامرات الجبلية. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالثقافة المحلية والتعرف على تاريخ المنطقة العريق. التحديات المستقبلية وآفاق التنمية: رغم التطور الذي يشهده مركز أيت قمرة، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالتشغيل والهجرة القروية وتحسين الخدمات الاجتماعية. ويطمح السكان إلى مزيد من المشاريع التنموية التي تعزز فرص العمل، خاصة في قطاعات مثل الصناعة والسياحة والفلاحة. كما أن تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية يظل ضرورة ملحة لضمان تنمية مستدامة. خاتمة: يشكل مركز أيت قمرة نموذجا مصغرا لتطور المراكز القروية في المغرب، حيث يجمع بين الإرث التاريخي والطبيعة الخلابة والمشاريع التنموية الحديثة. ومع الاستثمارات المناسبة يمكن أن يصبح قطبا اقتصاديا وسياحيا مهما في إقليم الحسيمة، مما يسهم في تحسين مستوى عيش سكانه وتعزيز دوره في التنمية الجهوية. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا دعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوميات سائق. لا تتقوا الذي خلقكم من كثيرا ونساء
أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم أموالكم إنه كان حكما كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا بريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واسقوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أموالهم ولا تأخذوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن مثل ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها لا تظن أن يؤمنوا أقرب لكم نفعا فريضة
من الله